اعتزال المطرب الشعبي حكيم بعد مسيرة فنية حافلة، وهو اللي أعلن الخبر بنفسه. تعالوا نشوف إيه سبب اعتزاله وإمتى أعلن الخبر ده رغم نجاح آخر ألبوم ليه. في إعلان مفاجئ لمحبيه ومتابعيه، كشف الفنان المصري حكيم عن اعتزال الغنى في 2025، وده أثار كتير من التساؤلات. حكيم فعلا بيفكر في الاعتزال، وقال الدنيا مليانة مطربين والشباب موهوبين. في سهرة ليلة راس السنة على إذاعة شعبي FM، فاجأنا النجم الشعبي حكيم بتصريح خطير قال فيه إنه بيفكر يبطل مزيكا قريب. وحكيم قال بالنص: في حاجة معينة بتراودني بقالها فترة، وهي إني أبطل مزيكا، ولو عدت 2025 احتمال أبطل غنى. تصريح حكيم ده مش نابع من أي مشكلة أو غضب من المهنة، لكنه ببساطة شايف إن الدنيا مليانة مطربين والشباب الجديد عنده مواهب رائعة. ورغم تفكيره ده، حكيم أكد إنه بيحب الغنى من وهو صغير، وإن المهنة دي وصلته لقلوب الناس بسرعة وخلته يعيش ذكريات جميلة معاهم. وحكيم قال كمان الغنى مهنة جميلة ولذيذة وقربتني من قلوب الناس، وأنا فرحان بحبهم ليا. وده بيعكس قد إيه حكيم ممتن لكل حاجة قدمها خلال مسيرته الفنية اللي حقق فيها نجاحات كبيرة خلته واحد من أهم نجوم الأغنية الشعبية في مصر والوطن العربي، خصوصا في التسعينات. أما بخصوص أغاني المهرجانات، حكيم كان ليه رأي واضح وأشاد بالشباب اللي بيقدموا النوع ده من الموسيقى، وقال إنهم قدروا يعملوا حاجة جديدة ومختلفة ما كانتش موجودة قبل كده، وده اللي شجعه إنه يشتغل مع بعض منهم في توزيع أغانيه زي ساسو والديزل. حكيم شايف إن التغيير والتجديد مطلوب، لكنه وضح إن التغيير بالنسبة ليه بيكون في الموسيقى بس، مش في الأداء اللي اتعود عليه جمهوره. حكيم على مدار مسيرته الفنية كان واحد من النجوم اللي قدروا يسيبوا بصمة قوية في الأغنية الشعبية، من السلام عليكم لحد آخر أعماله. أغانيه دايما كانت بتحقق نجاح كبير وبتفضل في وجدان الناس. رغم تصريحاته عن فكرة الاعتزال، جمهور حكيم أكيد مش مستعد يخسره، ودايما هنفضل نستنى كل جديد منه، سواء استمر في الغنى أو قرر يكتفي بذكرياته الفنية الجميلة.